السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسعد الله صباحكم إن شفتوا الفيديو في الصباح، وأسعد الله مساءكم إن شفتوا الفيديو بالليل بالخير وصدق اليقين. وكان الله في عونكم، والله خير معين، وعلى الله متوكلين، وعلى قضاء حاجتكم لله راجين متذللين، وبالبركة في الرزق بإذن الله منعمين في الدارين، وبحول وقوته طائعين، وبرحمة رب العالمين غير مفتونين. نسأل الله لي ولكم الخير كله، وحسبي الله ونعم الوكيل، فهو خير الوكيل وخير المعين. نقول بسم الله توكلنا على الله، اللهم احسن ما بين يدينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة إن شاء الله معانا 50 جرام بروتين، بنجيبهم من عند العطار، بننقعهم في مية بسيطة جدا، وبعد كده بنصفيهم خالص ما بيبقاش فيهم مية نهائي. ومعانا كيلو لحمة، وعليه هنجيب كمان مع كيلو لحمة ده ربع كيلو دهن، سواء من اللي هي الضاني أو من الدهن الخشن في ده. دي لحمة جاموسي، أي دهن خشن هو الجزار هيقول لك هيديها لك من الدش. طبعا ال50 جرام نقعناهم كويس في ميه وصفيناهم لغايه ما بقوا ناشفين بالشكل ده كده. وشايفين الحبايه بتبقى معانا بالطريقه دي كده. وبعد كده معانا التوابل، معلقه كبيره فلفل اسود مطحون، ملح، بابريكا، معلقه كبيره ونص بهارات مدخنه، دي بنجيبها من عند العطار. بتقولوا انا عايزه بهارات كفته مدخنه، بتبقى جميله جدا، بتغنيني على عن اني احط فحمه في الكفته، او اني اشويها كمان على الفحم. ومعانا بصلتين كبار أو وسط، و3 فصوص توم، وطبعا شوية بقدونس صغيرين جدا زي ما انتم شايفين كده، بتدي ريحة وطعم حلو في الكفتة. وحباية فلفل حامي، شطة حامية، ونص فلفل حلو أحمر. هناخد البروتين والبصل والبقدونس والفلفل، وهنفرمهم كويس جدا مع التوابل في الكبة. بعد كده هناخد الدهن بنفرمه ناعم برضو. اللحمة بنفرمها، اللحمة يا جماعة بنفرمها وشين 2 عند الجزار، والوش التاني في الكبة لو أمكن. مش موجود يعني مش عندكيش كبة أو مش هتعرفي تعمليه في الكبة، بندعكها جدا كويس جدا في الخلطة. فرمنا كده ونزلنا عليه على طول في اللحمة على الخلطة. في الخطوة دي بقى بندعكها كويس جدا، بنحسها زي العجينة في ايدينا بالظبط. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين بتبقى ناعمة جدا عشان تبقى متماسكة على السيخ وما تفكش ابدا، سواء بتصبعيها او في الصينية او على السيخ الفحم. هنا طبعا هنعمل خضار، نفرش خضار، اي خضار موجود عندك او بتحبيه. انا بحب البصل والبطاطس، بيستحملوا النار وبيبقوا طعمهم بيدي تيست جميل جدا بعد ما بيشربوا العصير او الصوص الكفتة. هنخرط كمان صوابع بطاطس بالشكل ده، وكمان فلفل الوان اصفر، وفلفل احمر الوان برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين عليه الصلاه والسلام. بنخرط كل الخضار اللي انت عايزه تحطيه بالشكل ده كده، كلها شرايح. هنبتدي ناخد السيخ الشوي اللي هو بنشوي بيه على الفحم اهوت، هنصدع بيه الكفته، بس مش يعني عشان اخد التجويف للصابع الكفته. وطبعا بيظبط لي صابع الكفته على السيخ، وبيبقى كويس جدا ومتماسك، لاني شبه بعجنه على السيخ بالشكل ده كده. طبعا اي حجم انت بتحبيه، انا بحب الحجم دوت عشان يعني الواحدة تبقى جميلة كده وشكلها حلو يعني في الصينية. بعد كده برص الخضار اللي أنا قطعته بالترتيب، فلفل، بطاطس، بصل، وأعمل صابع كفتة تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الصلاة والسلام.
وبالشكل ده كده برضو بعمل لون تاني من الفلفل والبصل والبطاطس برصهم جنب بعض بالشكل ده. وادي الشكل النهائي ما شاء الله، تتاكل نية. هو ده الشكل اللي انا بحبه للاكل، بيديكي العين بتاكل قبل بقنا. فعشان كده بصراحة انا بحب الصينية دي جدا، بتبقى شاربة من الكفتة، طعمها جميل، وهتشوفوها في النهاية ان شاء الله هتعجبكم جدا. هنا البهارات كلها برضو نفس اللي حطيتها في الكفتة هي اللي هحطها في على هنجيب كوباية صلصة طماطم او كوباية طماطم فريش، ناعمة مضروبة كويس جدا، عصير طماطم يعني. هننزل بيه على البطاطس والكفتة. شايفين ما شاء الله ده الكمية اللي اتعملت، ودي الكمية اللي اتفضلت معانا. هنعملها في ان شاء الله في صينية تانية. ادي جبنا صلصة طماطم، دي طماطم مضروبة في الخلاط نعمتها جدا، وبعد كده اديتها غلوة على النار، ولما بردت عملتها بالتتبيلة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنزل بس على الخضار، انا عايزة الخضار اللي ياخد الطعم. الكفتة انا عايزاها زي ما هي، مش عايزة فيها اي طماطم. بالشكل ده كده نزلنا على الكفتة كلها، الخضار كله ما شاء الله. الصينية تحفة. هناخدها ونحطها على النار العين البوتاجاز. الطريقة دي جميلة جدا. هنغطيها بس كمان بغطا، مش هنغطيها بفويل ولا اي حاجة، بغطا، ونسيبها على النار وهي هتنزل ميتها. ولو احتاجت مية بتحطي بقى حاجة بسيطة بس كل شوية. وادي كمان الكفتة صبعناها اهيت في صينية عادية سادة، كفتة من غير خضار، على برضو عين البوتاجاز هنحطها ان شاء الله تستوي. وادي الكفتة معانا بتغلي اهي ما شاء الله. شايفين لا فكت ولا عملت اي حاجه، كفته متماسكه جميله. وادي كمان معانا استوت اهي، واخده لون كويس جدا، مش حتى الخضار شبه مش يعني مشوي، فمش محتاجه ان انا احطها تحت الشوايه حتى. لو انت عايزه تحطيها تحت الشوايه ماشي، بس ما تحطهاش كتير، اقل حاجه 3-5 دقايق بس عشان ما تنشفش معاكي. انا بحب الكفته على النار عشان بتطلع طريه وجوسي وما تبقاش ناشفه، وجميله في الاكل وحلوه. طعمها جميل، جربوها هتعجبكم جدا جدا ما شاء الله. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لي لايك باذن الله، و يا ريت شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لكل جديد ان شاء الله يوصلكم من ندى الاكل الطيب. وربنا يحفظكم ويحميكم ان شاء الله بحوله وقوته، ويرزقكم من حيث لا تدروا ولا تحتسبوا. شايفين صابع الكفتة ما شاء الله متماسك جميل جدا ومستوي. شايفين الكفتة ما شاء الله عليها. شايفين الكفتة مستوية قد ايه من جوه ومش فاضية. يعني احنا بالرغم من اننا احنا عملنا السيخ، عملناه على السيخ، لكن مع ذلك مفيش تجويف كبير قوي، لان الكفتة كل ما بتستوي بتنفش وبتمسك معانا مع بعضها. وادي الكفتة السادة من غير خضار جميلة ما شاء الله. جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا، الكفتة بالخضار دي تحفة. البطاطس طعمها خطير، شاربة صوص اللحمة كله ما شاء الله عليها. بألف هنا وشفا يا رب. يا ريت اشتراك في القناة يا جماعة ولايك، وما تنسونيش بدعمكم. واشوفكم على خير في الفيديو القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.